السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله انا هعمل لكم فطير مشلتت زي ما انتوا شايفين. الفطيرة لسه طالعة من الفرن مولعة نار الدخان طالع منها مش قادرة حتى امسكها. بحاول اوريكم الرقات. شايفين ابني اخد حتة وعمال ياكل في الجبنة اللي نينا عاملاها. هنبتدي، والدتي هي اللي عاملاها، فهنبتدي معاكم. المقادير هي اللي عاملة الفطير ده لان هي الخبرة طبعا. فهي بتقول لكم ان ده كيلو ونص دقيق. دقيق معجنات يكون من الدرجة الأولى. وهي المية حاطة فيها 3 معالق سكر كبار ومعلقة ملح ومعلقة خل ومدوباهم كويس في المية، والمية حوالي 4 كوبايات مية. بتحط المية بالتدريج يعني بتحطها بالتدريج، يعني تحط 3 كوبايات وبعد كده تشوف هي هيحتاج قد ايه، لان العجينة لازم تبقى ملزقة. فهي بتزود حبة بحبة وهتبتدي تعجن فيها العجينة، تعجن فيها كويس علشان أهم حاجة في الفطير العجن. واحنا هنعجنها مرة ونسيبها ترتاح ونعجنها مرة كمان، لأن احنا لو فضلنا نعجن دراعنا هيوجعنا طبعا، وهنندم ان احنا عملنا فطير. فاحنا بنعجن حوالي 10 دقايق أو 5 دقايق نعجنها، وبعد كده نسيبها ترتاح ونديها مثلا دقيقتين كمان. وهي هتحط دلوقتي معلقتين من خليط السمنة بتاعها. هي حاطة تقريبا كوباية سمنة بلدي جاموسي، وحاطة معاهم ربع كوباية زيت. بقى هتحط معلقتين كبار من الخليط ده على العجينة، وهتبتدي انها تعجن فيها كويس عشان يختلط خليط السمنة مع العجينة. وبعد كده هنسيبها ترتاح وهنديها بقى ضربة تانية. هي خلاص بتبتدي انها تفنش وتسيبها ترتاح شوية، وبعدين هتعجنها شوية تانيين ان شاء الله. هنا بقى بعد ما ارتاحت خالص، شايفين لما بتيجي تقطم تاخد حتة من العجينة بتمط معانا ازاي؟ ده دليل ان هي العجينة ارتاحت وعملت عرق معانا. بتقطعها كور، بتعك ايديها في السمنة طبعا علشان خاطر العجينة بتلزق، وبتعكها وبتعمل الكور. احنا عملنا الكيلو ونص، عملناه 20 كورة، 4 كور منهم كبار علشان هنعمل من فوق ومن تحت في الفطيرة نفسها. هقول لكم واحنا ماشيين في الفيديو. بنعك وشها بالسمنة وهنغطيها بأي كيسة معانا وهنسيبها ترتاح برضو. دي هنا بعد ما ارتاحت، شايفين بسم الله ما شاء الله العجينة مرتاحة وبتفرد معانا بكل سهولة وبساطة، مش ما فيش أي مجهود. أهم حاجة في الفطير الراحة، مهما تقوليلي أهم حاجة الراحة ونوع السمنة طبعا. والدتي دايما تقولي حط السمنة على التراب يتاكل، يعني لو حطينا السمنة على شوية تراب هيتاكل. فطبعا السمنة البلدي لها فايدتها. هي هنا بتفردها على قد ما تقدر. أول طبقة هتفردها أكبر، هنفرد أول طبقة كبيرة شوية وتحطها في صينية والدتي صغيرة شوية. لو انت عندك صينية أكبر يبقى أفضل، هي الصواني بتاعتها صغيرة. بتفردها كويس وهتاخد الطبقة التانية. وما تنسوش بين كل طبقة والتانية لازم تدهني زبدة سمنة. احنا بتعمل كده وهي بتعكها فيها، وبتعك برضو بين كل طبقة والتانية سمنة عشان يطلع مورق معانا. دي اهم حاجة برضو، طبقات السمنة هتطلعه مورق. بتفردها وبتحطها، دي بتبقى اصغر شوية، اصغر من اللي تحتها. احنا هنا اهو شايفين عكت ايديها في السمنة وبتحطها فوق الطبقة التانية وبتلزقهم في بعض كده. وهنفرد بقى هتفردوا طبقة طبقة، طبقة هنفردهم معانا. دي الطبقة التالتة. احنا هنعمل الفطيرة، احنا قلنا 20 كورة، كيلو ونص عمل معانا 20 كورة، فاحنا هنعمل فطيرتين. الفطيرة هتاخد معانا 10 كور بالظبط. فهي مقسمينها 10، هنفردهم ونحطهم على فوق بعض. تمام.
يا ما شاء الله بتعملها. هنا بقى بعد ما خلصت خالص خالص بتدخل من تحت العجين، بتدخل من تحت وحاطه من فوق وشها السمنه، حاطه من فوق وشها السمنه، كده دخلت العجينه من تحت، جابت اخر طبقه وفردناها كويس قوي قوي قوي، ودخلنا العجينه من تحت، يعني بايدك كده تقومي مدخلها ومطبقاها ومدخلاها من تحت. هنا بقى انا قلت بقى بعد ما ارتاحت سيبناها ترتاح ربع ساعة، بدأت ان انا افردها. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بتتفرد معانا بكل سهولة، بكل سهولة لانها مرتاحة، وبتفردي من جوه لبره، من جوه لبره عشان الاطراف ما تبقاش رفيعة. بس بتاعتنا ما طلعتش رفيعة لان الصواني صغيرة، لو كانت الصواني اكبر من كده كانت عملت معانا واحدة كبيرة خالص، بس هي ما عندهاش. دخلها الفرن وعلى درجة حرارة 200 من فوق وتحت، يعني تحط الصينية من تحت خالص وتشغلي الشواية، هتاخد معاكي من 12 دقيقة ل 15 دقيقة وهتبقى زي الفل. انا زودت عليها شوية لان احنا بنحب الفطير مقرمش بصراحة، ما بنحبوش طري، بيبقى طعمه حلو مع الجبنة. هنا بعد ما طلعت من الفرن في واحدة كانت طالعة من بدري قطعتها، لكن دي مولعة نار سخنة جدا، بحاول ان انا اوريها لكم بس سخنة جدا. هنا بقطعها الرقات، والدتي بتحب الرقات تبقى تخينة شوية مش رقيقة. وهنا ابني بقول له يا ابني بصور مفيش فايدة، قاعد عمال بياكل. اتمنى تجربوه بالهنا والشفا.